أبو العباس العزفي ولد سنة 557 هجرية موافقة 1162 ميلادية. هو أحمد بن محمد بن أحمد اللخمي السبتي، فقيه ومحدث وقاض وكاتب مغربي بارز من مدينة سبتة. إليك أبرز محطات حياته وإسهاماته التاريخية. نسبه ومكانته يرجع أصله إلى قبيلة اللخميين المناذرة. تولى خطة القضاء بسبتة، وعرف ببيته العلمي العريق الذي ورث فيه أبناء وأحفاد هذه الأسرة بنو العزف مناصب السيادة والقضاء والتدريس. ابتكار الاحتفال بالمولد النبوي. يعد أبو العباس العزفي أول من دعا إلى إرساء طقوس الاحتفال الرسمي والشعبي بذكرى المولد النبوي الشريف في المغرب بهدف تحصين المجتمع وربطه بالسيرة النبوية، وقد ألف في ذلك كتابه الشهير وأكمله من بعده ابنه أبو القاسم العزفي. أبرز مؤلفاته: الدر المنظم في مولد النبي المعظم، أتمه ابنه أبو القاسم. منهاج الرسوخ إلى علم الناسخ والمنسوخ. إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد. دعامة اليقين في زعامة المتقين في مناقب الشيخ أبي يعزى. وتوفي رحمه الله سنة 633 هجرية موافق سنة 1236 ميلادية.